اهل جوزي بقى كلهم جايين من البلد وبيقعدوا يقولوا لجوزي انت مراتك دي كلها فيك وكلها مكياج واسنان ورموش وعدسات ما فيهاش حاجه واحده عادله. قلت يا لهوي انا لازم الحق اشيل المكياج بسرعه قبل ما يجوا. شلت بقى السنان بسرعه قبل ما يجوا، وشلت كمان الرموش عشان ما يقولوش عليا ما عنديش رموش ولا ان انا قرعه ولا حاجه. وهشيل كمان بقى المكياج خالص. جبت بقى مزيل الميك اب كده وابتديت ان انا بقى اشيل المكياج كله كده بالراحه خالص عشان برضو ما بهدلش وشي. ولازم نشيل المكياج عشان ما يحسوش ان انا كنت حاطه مكياج اصلا، عشان هم بيتكلموا عليا دايما وبيقولوا عليا ان انا من غير مكياج وحشه بجد وما تشافش خالص. قعدت بقى الاول اشيل المكياج بتاع عينيا ده واحده كده عشان خاطر ما تعورش في عيني، وبعدين بقى قلت اغسل وشي غسله حلوه قوي. جبت بقى الغسول بتاع وشي كده وابتديت ان انا اغسل وشي كده، بصوا بدعك وشي. وبعدين جبت بقى السكراب ده وعملت سكراب لوشي، هو سكراب وغسول في نفس الوقت. وقعدت سكراب كويس قوي عشان ما يبانش ان في نقطه ميك اب واحده بس في وشي. قلت هشيل الميك اب كويس قوي. انتوا هتشوفوا يا جماعه دلوقتي بجد الفرق قبل وبعد رهيب. المهم ان انا بقى مش هشيل العدسات لان هو قايل لهم ان انا عينيا خضراء اصلا، فمش هينفع اشيل العدسات خالص لان احنا بنكذب عليهم وهم ما يعرفوش لون عيني الحقيقي. المهم هنشف بقى هنا كويس قوي زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعه الحلاوه والجمال. هجيب بقى قطنه كده وهجيب التونر بتاعي وابتدي ان انا اعمل وشي بالتونر. لازم تعملي وشك بالتونر كده بعد ما تغسلي وشك كويس عشان تقفلي المسامات، وعشان كمان لو في اي اتربه او اي بواقي مكياج تطلع. بصوا القطنه بيضه قشطه ما بتكذبش. المهم بقى ايه، قعدت انضف بيها كويس قوي واقفل المسامات كده على قد ما اقدر عشان خاطر ما يبانش ان انا كنت حاطه نقطه ميك اب. وقلت احط السيروم بتاعي بتاع التصبغات والحبوب وهضرب كده على وشي عشان خاطر وشي كده اقعد اطبطب عليه عشان وشي كده يشرب السيروم كويس. وهجيب بقى المرطب ده المرطب ده شانجل عشان خاطر بشرتي مختلطه. هرطب بقى بشرتي كويس قوي. وهجيب بعد كده بقى التنت عشان خاطر احط كده شويه احمر خفيف عشان بس ما يقولوش عليا ان انا ايه يعني ما عنديش دمويه. خلي الدمويه تجري في وشي كده. بس كده انا كده خلصت. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير. باي.